خلصنا أرك الكون السادس لما فريق بيروس فاز بالبطولة، وبعد كام يوم كله رجع لحياته الطبيعية، وترانكس دعا للبيت عنده بيلعفو ماي وشو، وده لأنه كان معجب بماي وعايز يقعد معاها أكتر. وجوكو في الوقت ده جاب بيكولو عشان يلموا المحصول ويتدربوا، بس وهما بيلموا جوكو عرف من كوريرين إن فيجيتا بيتدرب في كوكب بيروس، فساب الكل وانتقل آنيا لهناك واتدرب معاهم وشوية وقعدوا ياكلوا واتكلموا عن زينو، وحكى لهم ان زينو هو اقوى شخص على الاطلاق. الاكوان في الاول كانت 18 كون لحد ما زينو دمر منهم 6 اكوان وبقوا 12، فجوكو وفيجيتا اتفاجئوا ان في حد قوي قوي كده، وقاموا بعد كده يكملوا تدريباتهم. وفي نفس الوقت ده في المستقبل العالم كان متدمر بسبب شخص قوي اسمه بلاك، وترانكس المستقبلي كان عمال يهرب منه وراح لمخبأ بولما مستخبية فيه. وبولما قالت له خد الحاوية دي فيها طاقة، حطها في آلة الزمن عشان ترجع للماضي وتنقذ العالم، بس خلي بالك الطاقة اللي جواها هتوديك للماضي لكن مش هتكفي انها ترجعك هنا تاني، ابقى شوف طريقة ساعتها تقدر ترجع بيها. فترانكس قال لها ماشي. وهم بيتكلموا بلاك هجم عليهم وترانكس هرب وما قدرش ينقذ بولما، وجري وهو حزين لحد ما وصل لماي اللي بقت بتساعده في المستقبل، وحكى لها كل حاجة عن الحاوية اللي معاه، فقالت له انا هساعدك ترجع للماضي. ونزلوا هما الاتنين مع بعض بعد كده، لكن فجأة طلع عليهم بلاك وهجم، فترانكس حاول يتصدى له بسيفه ومعرفش، وماي دخلت تساعده فبلاك طيرها بهجمة طاقة وماتت ماي. وساعتها ظهر بلاك وكان شكل جوكو بالظبط، وقال لترانكس الدور عليك دلوقتي عشان تموت. فترانكس اتضايق جدا ان ماي ماتت واتحول لسوبر سايجن وهجم وراح ضربه، لكن بلاك ما تأثرش ودخل معاه في قتال وتبادلوا الضربات لحد ما بلاك ضربه وبعده ووقف وكان هيقضي عليه بهجمة طاقة، بس ترانكس حدف سيفه عليه، وبعد كده استخدم تقنية ماسينكو وهرب وراح لآلة الزمن وحط فيها الطاقة اللي معاه واتحرك عشان يرجع للماضي. وفعلا قبل بلاك ما يهجم عليه اختفى ورجع للماضي وهو مغمى عليه، وساعتها شافه ترانكس الصغير بتاع الحاضر وكان معاه بلاف وماي وشو، لكن ترانكس الصغير معرفش مين ده ونده لبولما، وجت بولما وعرفته فبسرعة جابت جهاز اتصال بتتواصل بيه مع ويس وكلمته وقالت له خلي جوكو وفيجيتا يجوا بسرعة، ترانكس المستقبلي هنا. فترانكس الصغير اتفاجئ لما سمعها وما كانش فاهم حاجة، وجوكو قال لها خلي ترانكس الصغير يزود طاقته عشان احس بمكانه واقدر انتقل آنيا للارض. وبالفعل ترانكس عمل كده وجوكو حس بيه وخد فيجيتا وبيروس وويس وانتقل بيهم للارض. وقبل جوكو ما يدخل عند ترانكس المستقبلي راح لكارين جاب من عنده بذور الناسك ورجع عدة واحدة لترانكس، وترانكس فاق بس أول ما شاف جوكو افتكر بلاك وهجم عليه، فجوكو مسكه وبولما ضربته عشان يرجع لوعيه ويهدى، وشوية وترانكس هدي وبولما خدته وعرفته على ترانكس الصغير، وترانكس الصغير ما كانش مصدق ان ده هو لما يكبر. وبعد كده خدهم ترانكس المستقبلي عند آلة الزمن وبدأ يشرح لهم هو جه ازاي، فويس وبيروس قالوا له ان التلاعب بالزمن جريمة لانه ممكن يغير الماضي والحاضر والمستقبل، وانهم مش هيسيبوه يركب آلة الزمن دي تاني. بس لما بولما ادتهم اكل سكتوا، ودخلت بولما تشوف آلة الزمن اللي بولما المستقبلية صنعتها، ولقت فيها نوتة بولما المستقبلية سايبها لها عشان تعرف هي صنعت الآلة دي ازاي. فقعدت بولما تقرا صفحات من النوتة، وترانكس بدأ يشرح لجوكو وفيجيتا اللي بيحصل في المستقبل، وقال لهم من مدة ظهر عندنا واحد بيشبه جوكو بالظبط، وقال لنا ان هو جوكو وانه هيدمر الكواكب عشان يحقق العدالة، وفعلا دمر كواكب كتير وجل الارض ودمر معظمها وقتل معظم البشر، ولانه بيلبس اسود سميناه بلاك جوكو، وبعد شوية بقينا بنطلق عليه بلاك. بس انا قعدت اقاتله لمدة سنة كاملة لكن ما قدرتش انتصر عليه لانه قوي جدا، ورجعت للماضي دلوقتي اطلب مساعدتكم. فبولما نزلت قالت لهم انا عرفت حاجات كتير عن آلة الزمن دي، هي ما فيهاش طاقة توديكوا المستقبل، بس انا هتصرف وهوديكوا للمستقبل عشان تقتلوا بلاك. فجوكو قال لترانكس تعالى قاتلني عايز اشوف قوتك وصلت لفين، فترانكس وافق وفعلا طلعوا الاتنين لفوق وتحولوا لسوبر سايجن، وبولما حوطتهم بمجال حامي عشان ما يدمروش المكان، وتحول جوكو للمستوى التاني من السوبر سايجن، وبعد كده اتحول للمستوى التالت. ولما ترانكس هجم بسيفه جوكو مسكه بصوابعه بس وراح ضربه ووقعه، وترانكس قام بعديها وقال لجوكو مستواك اتطور جدا عن زمان.
فجوكو قال له وانت كمان مستواك اتطور وشوية ووصل عندهم بيكولو وكوريرين. وفجأة وهم واقفين اتفتحت فجوة خرج منها بلاك، وكلهم اتفاجئوا انه شبه جوكو بالظبط، وجوكو طلع له وقال له قاتلني. فبلاك هجم عليه بهجمة طاقة ووداه عند جبل وراح وراه، واصحاب جوكو هم كمان راحوا، وطلع جوكو من الجبل وتحول لسوبر سايجن وهجم وتبادل الضربات مع بلاك ومسكه برجله ووقعه واطلق عليه اشعة كتير. بس بلاك ما حصلوش حاجة واستجمع قواه وطلع اشتبك مع جوكو بالايدي وقدر يضربه، وبعد كده لحقوا باشعة فجوكو تفاداها كلها ورجع هجم عليه تاني، وكل واحد منهم ضرب التاني في وشه، وجوكو بعد وقال لبلاك استخدم قوتك كاملة يا اما هجبرك انك تستخدمها. ورجع جوكو يهجم فبلاك ضربه ووداه عند الجبل مرة كمان، لكن الفجوة اللي بلاك جاي منها بدأت تسحبه في الوقت ده وجوكو طلع ضربه. بس بلاك كل ما بيتضرب كان بيزداد قوة، وهو بيضرب جوكو شاف آلة الزمن بتاعة ترانكس وكان عايز يدمرها، فجوكو طلع ضربه بسرعة والفجوة سحبته، وقبل ما يدخل فيها دمر آلة الزمن. وبعد كده دخل في الفجوة ورجع لزمنه وكان فرحان جدا انه قاتل جوكو. وفي الحاضر وسأل ترانكس لما جه للزمن بتاعنا هنا حصل انحراف في الزمن، والانحراف ده نقل بلاك لهنا، بس لما الانحراف ده انتهى الفجوة رجعته لزمنه تاني. وبعد واسمه شرح واقف ترانكس قدام آلة الزمن زعلان جدا وقال انا كده مش هقدر ارجع للمستقبل تاني. وبولما قالت انا كمان مستحيل اقدر اصنع الآلة دي دلوقتي حتى وانا معايا النوتة. ودخلت بولما تدور على اي حاجة تساعد، واسأل لجوكو واصحابه. بلاك كان لابس خاتم اسمه خاتم الزمن، الخاتم ده ما بيملكهوش غير الكايوشين، وبيقدر الخاتم يودي صاحبه للمستقبل لكن ما بيقدرش يرجعه للماضي، عشان كده مستحيل بلاك يرجع هنا تاني بالخاتم. فترانكس قال انا لازم ارجع للمستقبل تاني باي شكل قبل ما بلاك يقضي على البشرية تماما، اكيد في اي حل يرجعني. وهو بيتكلم بولما جت وقالت له ايه الحل اهو، كبسولة آلة الزمن القديمة اللي سيلجي بيها انا كنت شايلها معايا. ورمت بولما الكبسولة وظهرت الآلة، بس كانت محتاجة تصليحات، فبولما قالت لهم انا هاخد وقت عشان اصلحها، ممكن انتوا تتدربوا في الوقت ده. فجوكو قال انا هروح اتدرب عند كايو عقبال ما تخلصي. وفعلا انطلق، وفيجيتا هو كمان دخل يتدرب في غرفة الجاذبية. وترانكس المستقبلي في الوقت ده شاف ماي الصغيرة واتكلم معاها، وماي سألته هو انت تعرفني؟ فقال لها انت موجودة في المستقبل. لما بلاك ظهر وبدأ يدمر العالم اتكون جيش للقضاء عليه، رئيسة الجيش ده كانت ماي وتعاونت انا معاها. وفي يوم عملت هي والجيش بتاعها كمين لبلاك واطلقوا عليه رصاص كتير، وبعد كده ماي فجرت كل المباني اللي حواليه ووقعتها عليه بس ما حصلهوش حاجة. فجيت انا هجمت وبلاك ضربني وكان هيقتلني لحد ما ماي جت رمت قنبلة ضوء وانقذتني. ماي ساعدتني كتير في المستقبل لكن للأسف ماتت، بس اللي ما كانش ترانكس يعرفوا ان في المستقبل ماي كانت لسه عايشة، هي كان مغمى عليها مش اكتر وشوية وبدأت تفوق. ورجوعا للحاضر بدأت بولما تصلح آلة الزمن وكان بيساعدها ترانكس الصغير وماي. وجا ترانكس المستقبل اطمن ان كل حاجة بخير، وبعد كده راح لكوريرين وبيكولو وقال لهم في زمني جوهان كان معلمي بس جوهان مات ساعة حادثة الآليين، انا عايز اشوفه ممكن الاقيه فين دلوقتي. فبيكولو قال له على مكان جوهان، وترانكس راح واتفاجئ لما لقى جوهان ساب الفنون القتالية وبقى باحث. وجوهان خده البيت معاه وعرفه على عيلته، وحس ترانكس ساعتها انه حزين لانه كان ممكن يكون عيلة زي دي في زمنه لولا وجود بلاك. وبعد ترانكس ما اتعشى مع جوهان ودعه ومشي، وقرر انه لازم يهزم بلاك عشان يعمل عيلة ويعيش حياة سعيدة. ورجع بعد كده البيت عند بولما وغير لبسه ودخل يقعد مع الكل، لكن لما بص ملقاش بيروس وويس وسأل عليهم. فبيكولو قال له جوكو رجع هنا من شوية عشان ياكل ومشي مع ويس وبيروس عشان يروحوا للكون العاشر، وده لان ويس حس بكي مشابهة للكي بتاعت بلاك موجودة في الكون العاشر. وفعلا جوكو وبيروس وويس كانوا في طريقهم للكون العاشر لشخص اسمه زاماس بيملك نفس الكي اللي بيملكها بلاك، وزاماس ده يبقى الكايو بتاع الكون العاشر، لكنه بيكره البشر جدا. وفي الوقت ده كان قاعد زاماس مع كايوشين الكون العاشر اللي اسمه جواس، وقال له هو احنا ليه بنحمي البشر دول اغبياء كل شوية بيعملوا حروب ويقتلوا بعض. فجواس قال له هي دي مهمتنا، لازم نحمي البشر، انت محتاج تختلط بالبشر اكتر وتعرف عنهم. وهم بيتكلموا وصل بيروس عندهم وسلم على جواس، وجوكو اول ما شاف زاماس قال له انت شكلك قوي، انا عايز
عايزك تقاتلني. فزماس اتضايق وقال له ابعد عني يا بشري. وبيروس بعت جوكو وحكى لجواس عن بلاك وقال له ان بلاك كان لابس خاتم الزمن اللي ما بيملكهوش غير الكايوشين، وعشان كده عايزين نشوف الخواتم اللي عندك، ممكن يكون واحد منهم ناقص. فجواس خدهم للمعبد بتاعه ووراهم الخواتم وما كانش فيها اي حاجة ناقصة. بس جوكو فضل يترجى زماس انه يقاتله لحد ما جواس قال له قاتله يا زماس. وفعلا استعدوا وتحول جوكو لسوبر سايجن وهجم. فزماس تفاداه وكان هيضربه في ظهره، لكن جوكو وقف نفسه واصابه في ايده بهجمة طاقة. وساعتها جوكو وبيروس وويس حسوا بالكي بتاع زماس وكان مختلف شوية عن الكي بتاع بلاك. وكمل جوكو هجوم وضرب زماس كذا مرة ووقعه. وزماس وجواس كانوا متفاجئين من قوة جوكو. ووقف جوكو بعد كده وقوم زماس وشكره. ومشي مع بيروس وويس. وفي الطريق بيروس قال انا بدأت اشك ان زماس ده هو بلاك، لكن المشكلة ان مفيش دلائل كافية تدل على كده. وبعد جوكو ما مشي جواس قعد يعرف زماس على خاتم الزمن وقال له الخاتم ده بيوديك للمستقبل وبيرجعك لحاضرك، بس من المحرمات انه يرجعك للماضي، لان تغيير الماضي هينشئ عوالم مختلفة وهيبقى لكل عالم خاتم جديد. وخلي بالك عشان تستخدم خاتم الزمن لازم تبقى كايوشين. خد الحلق ده البسه هيخليك كايوشين مؤقتا. هنروح انا وانت للمستقبل وهنبص على كوكب اسمه باباري موجود فيه اشباه بشر. للاسف اشباه البشر دول بينهم صراعات دلوقتي، فهنروح المستقبل نشوف صراعاتهم دي انتهت ولا لا. هو فعلا استخدموا الخاتم وراحوا للمستقبل ولقوا الصراعات بين اشباه البشر لسه قائمة. فزماس قال طول ما البشر موجودين الصراعات هتفضل موجودة. ولما جه واحد من اشباه البشر يهجم عليه زماس قسمه لنصين. ورجع بعد كده هو وجواس للحاضر وقعد جواس يتكلم معاه عشان يقنعه ان البشر مش اشرار. وفي نفس الوقت ده في الكون السابع ترانكس كان قاعد مع كوريرين واتفاجئ لما عرف ان كوريرين اتجوز رقم 18 وانها بقت طيبة. وتاني يوم لما صحي ترانكس وصل جوكو وبيروس وويس عنده وحكوا له كل حاجة عن زماس. وشوية وبيروس وويس مشيوا وفيجيتا خد ترانكس عشان يدربه وقال له لو ضربتني ضربة واحدة هعترف انك قوي. فترانكس اتحول لسوبر سايجن وفيجيتا اتحول لنمط الحاكم. وترانكس لما شافه ما كانش مصدق ان فيجيتا بقى قوي قوي كده. وهجموا على بعض وقعد فيجيتا يضرب فيه كتير وكان صعب على ترانكس انه يضربه. وفي وسط القتال جه جوكو وبولما يتفرجوا وفيجيتا ضرب ترانكس اخر ضربة. فترانكس وقع وابتسم لانه حس ان جوكو وفيجيتا اقوياء جدا وهيهزموا بلاك بسهولة. ففيجيتا لما شافه بيبتسم مسكه وقال له انت لازم تبقى قوي عشان تواجه خصومك لوحدك من غير ما تعتمد على حد. وفجأة ترانكس استغل الفرصة وضرب فيجيتا وقال له انا ضربتك اهو زي ما انت طلبت، لكن فيجيتا مهتمش وسابه ومشي. ولما كان ده بيحصل بيروس تلقى اتصال من زينو وزينو قال له انا عايز اشوف جوكو دلوقتي. فبيروس اتخض واستدعى جوكو بسرعة وقال له السيد زينو عايز يشوفك، لما تروح له تخلي بالك من تصرفاتك وكلامك. واسأل لجوكو عشان تروح للسيد زينو لازم كايوشين هو اللي يوديك، واحذر انك تعمل اي حاجة هناك تضايق السيد زينو لانه ممكن يقتل كايوشين. وكايوشين لو مات السيد بيروس هو كمان هيموت وده سر ما تقولوش لحد. فجوكو قال له ماشي. وشوية وويس خد جوكو عند كايوشين وراحوا هما التلاتة بعد كده لزينو. وهناك رئيس الكهنة استقبلهم ودخلهم. فكايوشين انحنى بسرعة لزينو بس زينو مهتمش بيه وراح لجوكو وقال له انا استدعيتك لانك اثرت فضولي وعايزك تبقى صديقي وتلعب معايا. فجوكو قال له بس انا مشغول الفترة دي، لما اخلص مشاغلي هجيب واحد صاحبي واجيلك. وكايوشين لما سمع رد جوكو اترعب ان زينو يتضايق، لكن زينو ما اتضايقش وقال لجوكو ماشي خد الزر ده دوس عليه في اي وقت هتلاقيني عندك. وبعد كده ودع جوكو زينو ومشي. ولما رجع بيروس ما كانش مصدق اللي حصل. وجوكو سابه ورجع للارض لقى بولما خلصت آلة الزمن. فجهز هو وفيجيتا وترانكس وانطلقوا ووصلوا للمستقبل. واول ما الجيش شافوا جوكو افتكروه بلاك وهجموا عليه. فترانكس صد الهجوم وقال لهم ان ده مش بلاك، وعرف منهم ان ماي لسه عايشة. فاتفاجئ وراح لها للمخبأ اللي هي فيه وسلم عليها وهو بيعيط. وماي بعد كده خدتهم معاها وحكت لهم ان من كام يوم بلاك هجم عليها هي ومجموعة من الناس، وماي قدرت تنقذ مجموعة الناس دول بصعوبة وجابتهم للمخبأ هنا. فترانكس لما شاف الناس دول زعل وقرر انه لازم يخلص من بلاك في اسرع وقت. وفيجيتا هو كمان اتعاطف معاهم وساعدهم واداهم كبسولة فيها اكل. وجوكو بالصدفة
لقى ياجروبي وسط الناس دول فسلم عليه، وشوية ومشي هو وفيجيتا وترانكس عشان يروحوا لبلاك. هو فعلا راحوا وفيجيتا أطلق شعاع بلاك عرف مكانهم بيه وجا عندهم، ففيجيتا ما استناش ودخل في نمط الحاكم وراح هجم عليه. هو قعد يضرب فيه كتير وبعد كده وقعه وكمل ضرب فيه وكسر بيه الأرض. فبلاك قام وضرب فيجيتا وبعده ووقف واستجمع قواه وتحول لنمط اسمه سوبر سايجن وردي بيطابق في قوته نمط الحاكم وممكن يتفوق عليه كمان. ورجع فيجيتا يهجم وبلاك كان هيضربه فمسك ايده وسرع هجومه وراح يدي لبلاك ضربة قاضية، بس فجأة بلاك ايده بقت سيف واصاب فيجيتا في صدره. ولما فيجيتا وقع بلاك قال لجوكو الدور عليك انت السبب في قوتي ولازم دلوقتي تشوف قوتي بقت عاملة ازاي بسببك. فجوكو جهز وقال لترانكس اعتني انت بفيجيتا، وطلع هو دخل في قتال مع بلاك واستمر قتالهم كتير لحد ما بلاك وقع جوكو وكان هيطلق عليه كامي هامي ها. لكن فجأة اتفتحت فجوة وظهر منها زماس المستقبلي وقال لبلاك انا اللي المفروض اقتل جوكو. فجوكو اتفاجئ وقال له هو انت عايز ايه وايه علاقتك ببلاك؟ فزماس قال له انا عايز احقق عالم فيه عدالة بدون وجود البشر، عشان كده انت لازم تموت. وهجم زماس وجوكو على بعض ودخلوا في قتال سريع ما بينهم. حس جوكو ساعتها ان زماس المستقبلي ده قوته مختلفة عن زماس بتاع الحاضر اللي هو قتله، واستمر قتالهم وزماس وقع جوكو وجيب لك هجم فجوكو تفاداه ووقف قصادهم هما الاتنين مش عارف يعمل ايه. ولما هجموا عليه ترانكس جه صد هجوم بلاك وبعده وجوكو تصدى لزماس وبعده هو كمان، لكن زماس وبلاك قاموا تاني واتبدلت الادوار. ترانكس بقى بيتصدى لزماس وجوكو بقى بيتصدى لبلاك، وحاول بلاك يضرب جوكو ومعرفش وانتقل جوكو آنيا وجه من وراه وكان هيضربه، بس بلاك انتقل آنيا هو كمان وفي لحظة ظهر ووقع جوكو بهجمة طاقة. وترانكس في الوقت ده قدر يصيب زماس لكن زماس شاف جرحه. هو بلاك ساعده وهجم على ترانكس فجوكو قام بسرعة وساعد ترانكس وتصدى لبلاك وكمل ترانكس هجومه وضرب زماس كتير، وبعد كده استخدم تقنية الوميض النهائي وبرضه ما أثرتش في زماس وقال له أنا جسدي ده خالد، هجمتك مش هتأثر فيه نهائيا. فوقف ترانكس مش عارف يعمل ايه وجي جوكو وقف معاه وزماس قال لهم دلوقتي جه وقت عقابكم، وراح زماس مسكهم هما الاتنين واطلق بلاك عليهم كامي هامي ها ووقعهم وجهز هو وزماس هجمة طاقة عشان يقضوا عليهم تماما. بس فجأة فيجيتا قام وهجم آخر هجوم ليه ووقفهم. وياجروبي جه في الوقت ده خد جوكو وترانكس والجيش ضربوا قنابل دخانية وماي جت خدت فيجيتا وأنقذوا التلاتة من الموت. وبعد كده ماي رمت كبسولة آلة الزمن وحطتهم فيها عشان يرجعوا للحاضر، وشوية وصلوا للحاضر وبولما لما شافتهم ما كانتش مصدقة إن حصل لهم كل ده. ولما كان ده بيحصل زماس بتاع الحاضر كان قاعد مع جواس بيتفرجوا على قتال جوكو ضد هيتو، وهما بيتفرجوا زماس شاف كرات التنين الخارقة وعرف من جواس إنها بتحقق أي أمنية، فحس إنه عايز يعرف عنها أكتر وراح لزونو اللي بولما وجاكو راحوا له قبل كده وسألوا عن كرات التنين الخارقة وعن جوكو، وده لأن جوكو أثار اهتمامه في آخر مرة شافه فيها. فبدأ زونو يعرفه كل حاجة. وفي بيت بولما في الوقت ده بدأت بولما تدي لترانكس وجوكو وفيجيتا بذور الناسك وخلتهم يرجعوا بكامل صحتهم وقالت لهم انتوا أغبياء نسيتوا بذور الناسك قبل ما تمشوا. ففيجيتا قال احنا لازم نقعد هنا شوية نفكر في استراتيجية نعرف نقاتل بيها زماس المستقبلي وبلاك ونبقى نرجع بعد كده للمستقبل. فجوكو قال له صح. ومع غروب الشمس جه البيت بولما بيروس وويس وكايوشين وقالوا لجوكو في حاجة غريبة حصلت النهاردة، زماس راح لزونو وعرف منه معلومات عنك وعن كرات التنين الخارقة. فجوكو هو كمان حكى لهم كل حاجة عملها زماس المستقبلي. وويس بعد ما سمع قال لهم انا كده اكتشفت كل حاجة. زماس بتاع الحاضر بعد ما جوكو هزمه اتضايق وسعى للقوة عشان ينتقم من جوكو ويقتل بعده كل البشر، وده لانه بيكرههم. فهيجمع كرات التنين الخارقة مرتين، مرة هيطلب ان جسده يبقى خالد والمرة التانية هيطلب انه يبقى ليه خادم شرير بيشبه جوكو في كل حاجة، والخادم ده هو بلاك. وده ببساطة اللي هيحصل في الحاضر وهيترتب عليه اللي انتوا شفتوه في المستقبل بتاع ترانكس. فجوكو قال له بس كرات التنين الخارقة بيتم تجميعها كل سنة، معقولة زماس هيستنى سنة بين الأمنيتين؟ فويس قال له لا مش هيستنى، هو هيستخدم خاتم الزمن وهيعدي السنة دي بسرعة. لكن الحاجة الوحيدة اللي ملهاش إجابة بالنسبة لي دلوقتي
هو للكي بتاع زماس مشابه للكي بتاع بلاك. فجوكو قال له في حاجة كمان، لازم يبقى كايوشين عشان يقدر يستخدم خاتم الزمن. فوايس قال له هو اكيد هيقتل جواس وهيبقى كايوشين مكانه، عشان كده لازم نروح دلوقتي نحمي جواس. وفعلا وايس خد جوكو وراحوا مع كايوشين وبيروس عند جواس وسألوا عن زماس. وخرج زماس وهم بيتكلموا وكان عادي مش ظاهر عليه اي حاجة، بس بيروس لما شافه حس بنية القتل جواه وقال لجواس احنا هنمشي دلوقتي. وفعلا مشيوا. ووايس بقدرته عرض لهم زماس وجواس بيعملوا ايه دلوقتي، وقال لهم احنا هنراقبهم لحد ما نشوف زماس هيعمل ايه. وشوية زماس جه من ورا جواس وقتله. فوايس رجع الزمن 3 دقايق بقدرته ورجع هو واللي معاه عند جواس في اللحظة اللي زماس هيقتله فيها، ووقفوه وقالوا لجواس ان زماس كان عايز يقتله. وجوكو شرح لجواس كل اللي زماس هيعمله في المستقبل. فزماس حاول يهجم على جوكو لكن بيروس وقفه وقضى عليه وانقذ جواس ومشي. وبعد كده من عنده. ولما كان ده بيحصل ترانكس المستقبلي كان قاعد في بيت بولما حزين لانه فشل في القضاء على بلاك وانه ساب ماي لوحدها في المستقبل. فجاله ترانكس الصغير وقال له انت هتفضل حزين كده على طول، انت جبان، معرفش ازاي انت النسخة المستقبلية مني. واتحول ترانكس الصغير لسوبر سايجين وضرب ترانكس المستقبلي. فترانكس المستقبلي قام وقال له انت معاك حق، انا لازم اخرج من احزاني وابقى اقوى. وهم بيتكلموا وصل بيروس وويس وجوكو عندهم. وبيروس قال لترانكس انا قضيت على زماس وكده خلاص مش هتلاقيه في المستقبل وزمنك هيتغير. فترانكس قال له بس انا قبل كده لما غيرت حاجات هنا في الحاضر زمني ما اتغيرش. فبيروس قال له التغيرات اللي بتحصل للبشر هنا في الحاضر مش هتلاقيها في زمنك، بس التغيرات اللي بتحصل للكايو هتأثر في زمنك. فترانكس قال له انا مش واثق في كلامك ده وهرجع للمستقبل عشان اتأكد. وفعلا بالليل جاهز ترانكس ومع جوكو وفيجيتا عشان يرجعوا. وبولما قالت لهم انا هاجي معاكم لاني عايز اشوف المستقبل. وقبل ما يمشوا ترانكس المستقبلي قال لترانكس الصغير ما تخافش، مستقبلي مش هيبقى هو مستقبلك لان الماضي بتاعي مش نفس الماضي بتاعك، احنا حياتنا منفصلة ومختلفة كأننا من عالمين مختلفين. فتأكد ان اي حاجة انا بعيشها مش بالضروري انت كمان تعيشها. وشوية ومشي ترانكس المستقبلي ورجع لزمنه مع جوكو وفيجيتا وبولما ولقى المستقبل لسه زي ما هو. واتأكدت شكوكو ان التغيير في الحاضر ما بيأثرش على المستقبل. واول ما نزل من الآلة راح يطمن على ماي ولقاها تعبانة فادها واحدة من بذور الناسك وخلاها تقوم. وخد جوكو وفيجيتا بعد كده وراحوا لبلاك وزماس. وجوكو اول ما شاف زماس قال له احنا عرفنا انك بقيت خالد بكرات التنين الخارقة وعرفنا كمان ان بلاك يبقى نسخة مني. فبلاك رد عليه وقال له انا مش نسخة منك، انا جسدي ده هو جسدك الحقيقي، اللي انت ما تعرفوش ان انا كمان ابقى زماس. وطلبت من حاكم التنانين انه يبدل جسدي بجسدك وبعد ما خدت جسدك قتلتك. فجوكو قال له انا مش فاهم اي حاجة، ازاي انت زماس، امال مين اللي واقف جنبك ده؟ فبلاك قال له ده زماس بتاع المستقبل اللي احنا فيه دلوقتي، انما انا بقى زماس بتاع الماضي، قتلت جواس وجمعت كرات التنين الخارقة واتمنيت اني ابدل جسدي مع جسدك وخدت جسدك وقتلتك وجيت هنا بخاتم الزمن وقتلت جواس المستقبلي واتعاونت مع زماس المستقبلي ده. فجوكو قال له بس ازاي، ده بيروس قتلك في الحاضر قدامي. فبلاك قال له اي حاجة حصلت في حاضرك مش هتأثر عليا لان بسبب خاتم الزمن اللي انا استخدمته وبسبب رجوع ترانكس للماضي بآلة الزمن بقى في خطين زمنيين، او بمعنى اصح بقى في عالمين مختلفين. العالم الاول هو الحاضر بتاعي اللي انا جيت منه لهنا، والعالم التاني هو الحاضر بتاعك اللي بيروس قتلني فيه. وبعد بلاك ما شرح لجوكو هجم هو وزماس المستقبلي بهجمة طاقة. جوكو وفيجيتا صدوها بصعوبة بعد ما دخلوا في نمط الحاكم. وراح جوكو يهجم على زماس بس لان زماس خالد ما تأثرش. وبلاك بعد جوكو وراح عنده وقال له احنا خطتنا اسمها صفر بشرية، عايزين نقتل البشر كلهم، عشان كده اول ما تعاوننا مع بعض جمعنا كرات التنين الخارقة وخلينا زماس المستقبلي خالد ودمرنا كرات التنين الخارقة عشان محدش يستخدمها بعدنا. وبعد كده قتلنا كل الكايو والحكام وما بقاش فاضل غير اننا نقضي على البشر كلهم عشان نحقق العدالة. وكمل بلاك وزماس هجوم. فجوكو وترانكس وفيجيتا هجموا بأشعة وراحوا انقضوا عليهم، لكن بلاك وزماس كانوا بيضربوهم وبيبعدوهم. وبعد كده هجموا على فيجيتا
فيجيتا وترانكس بهجمة طاقة قوية عملت انفجار كبير جدا، ونزل زماس وبلاك عند جوكو، وبلاك أصابه وقال له أنا هقولك أنا قتلتك إزاي أنت وعيلتك. بعد ما بدلت جسدي بجسدك رحت قتلتك، ولما مراتك وابنك حاولوا يهربوا قتلتهم برضه. فجوكو لما سمع الكلام ده اتضايق جدا وطاقته زادت، وبعت زماس وبلاك وهجم عليهم وقدر يضرب بلاك، وجه من ورا زماس وضربه، وفضل ينتقل ما بينهم آنيا ويصيب فيهم لحد ما راح عند بلاك عشان يديله ضربة قاضية. فبلاك مسك ايده وبعده بهجمة طاقة وأصابه بعد كده إصابات متعددة ووقعه. هو واقف هو وزماس قدام ترانكس وقالوا له انت السبب في كل ده، لو ما كنتش رجعت للماضي وغيرته ما كانش كل ده حصل. فترانكس راح هجم على بلاك، بس بلاك مسكه وأصابه بهجمة طاقة، وقام ترانكس بعدها متضايق وخرجت منه طاقة كبيرة جدا وانفجرت قوته، وراح هجم ودخل في قتال مع بلاك. فبلاك وزماس ضربوه ووقعوه واطلقوا عليه هجمة طاقة. ترانكس قدر يصدها ويبعدها وراح ضرب زماس وخد بلاك ونزل بيه على الارض واصابه بهجمة طاقة. فبلاك قام وانتقل آنيا وجه من ورا ترانكس وضربه، وفيجيتا هجم فبلاك وزماس ضربوه هو كمان، والاتنين اطلقوا هجمة طاقة عليه هو وترانكس. وجات بولما وماي في الوقت ده عشان يساعدوا، بس لما بصوا لقوا ترانكس قام تاني وراح هجم عليهم بتقنية ماسينكو وقال لفيجيتا خد جوكو وارجعوا للحاضر شوفوا طريقة ننتصر بيها وابقوا ارجعوا لهنا تاني. ففيجيتا قال له انا اكيد مش هسيبك وامشي. فجوكو قال لفيجيتا لازم نمشي. وفعلا بولما رمت كبسولة آلة الزمن، وفيجيتا قبل ما يمشي ساب لماي بذور الناسك وركبوا آلة الزمن، وترانكس حماهم عقبال ما رجعوا للحاضر. واول ما رجعوا لقوا بيروس وحكوا له كل حاجة، وبولما قالت له يا كداب مفيش اي حاجة اتغيرت في المستقبل. فبيروس لانه حس بالذنب قال لها مش مهم، اهم حاجة اني انقذت الحاضر. ومشي هو وويس بعد كده، وفيجيتا دخل جوكو يتعالج. وشوية وجات تشيتشي مع جوهان تسأل على جوكو، وبولما عشان ما تخوفهاش قالت لها ان جوكو مش هنا. وبعد تشيتشي وجوهان جم بكولو وكريرين وسألوا عن جوكو برضه، وهم بيتكلموا خرج جوكو بعد ما اتعالج وعرفوا كلهم انه موجود، وقعدوا معاه وبدأ يحكي لهم كل حاجة حصلت. فبيكولو لما سمع قصة زماس قال له انتوا مش هتعرفوا تهزموهم، مفيش غير حل واحد، انتوا لازم تختموهم بتقنية مافوبا. فجوكو قال له دي فكرة كويسة، وانتقل جوكو آنيا وراح لروشي وخلاه يعلمه تقنية مافوبا، وفضل طول الليل يتعلم انه يختم السلحفاة بتاعت روشي لحد ما الصبح طلع وقدر يختمها. وفيجيتا في الوقت ده كان بيتدرب في غرفة الروح والزمن لحد ما كسرها ومشي عشان يرجع للمستقبل تاني مع جوكو وبولما. بس في المستقبل الوضع كان سيء، وترانكس اغمى عليه بعد معركة مع بلاك وزماس، وفاق لقى نفسه في المخبأ وسأل يا جروبي هي فين ماي. فجروبي قال له ماي راحت هي وجنديين لمخبأ بلاك وزماس. فترانكس قام بسرعة عشان يروح لهناك، وماي ساعتها كانت بتجهز قناصة وضربت على بلاك رصاص الطاقة، لكن الرصاصة ما أصابتش بلاك، وهو وزماس هجموا عليها بهجمة طاقة. فوصل ترانكس في الوقت ده وصد الهجمة وبعدها، وراح هجم وبعد زماس ودخل في قتال مع بلاك وحاول يضربه، لكن بلاك سيطر على القتال وضربه ووداه عند جبل وكمل ضرب فيه هناك. فترانكس بعده واطلق عليه هجمة طاقة قوية جدا خدته لورا مسافة كبيرة لحد ما وقع، وجا بعده زماس يهجم. فماي حاولت تساعد ترانكس، وترانكس استنى لما زماس ينقض عليه ومسكه عشان يفجره بهجمة طاقة ويفتت جسده، بس بلاك جه من ورا ترانكس واصابه ووقعه. وقبل ما يقضي عليه تماما وصل جوكو وفيجيتا وبولما، واول ما نزلوا من الآلة بلاك هجم عليها وقال لهم كده مش هتعرفوا ترجعوا لزمانكم تاني. فبولما استخبت، وفيجيتا قال لجوكو الجرة اللي كنا هنختمهم فيها موجودة في الآلة زمانها اتكسرت، وكده هنضطر نقاتلهم من غير ما نختمهم. فجوكو قال له ما قدامناش حل غير كده. وجهز جوكو وفيجيتا، لكن فجأة جه جواس وكايوشين، وجواس قال لهم انا جيت بخاتم الزمن بعد ما السيد بيروس حكى لي كل اللي بيحصل هنا. زماس اللي انت بتعمله ده غلط، لازم ترجع كل حاجة زي ما كانت. فبلاك ما سمعلوش وهجم عليه، وجوكو وفيجيتا حموه. وبعد كده انقضوا. جوكو هجم على زماس، وفيجيتا راح لبلاك وبدأ يضرب فيه ويكسر بيه المباني، ولما زماس حاول يساعده جوكو ضربه ووقعه. واثناء ما القتال كان شغال بولما رمت كبسولة ورشة عشان تصلح آلة الزمن فيها، وترانكس وماي جم عندها فقالت لهم صلحوا انتوا الجرة دي عقبال ما انا اصلح آلة الزمن. وكان لسه القتال مستمر، وفيجيتا فضل يضرب في بلاك، وبلاك ما كانش مصدق ان قوة فيجيتا زادت في الوقت القصير ده، وقال له قوتك زادت كده ازاي؟ ففيجيتا بعد وقال له لان انت مزيف وانا
فيجيتا أمير الساياجين. ورجع فيجيتا يهجم ويضرب في بلاك ومسكه ورماه وأطلق عليه بعد كده هجمة طاقة، فبلاك طلع من تحت الأنقاض وغضب والطاقة اللي في إيده اتحولت لمنجل هجم بيه على فيجيتا. ولما فيجيتا تفادى هجومه بص لقى آثار الهجمة في السماء، وبلاك قال له أنا قوتي بقت مهولة، أنا ما بقدرش أفهمها ولا حتى عارف حدودها، وبسبب هجمة بلاك دي بقت بتتكون نسخ منه. فجوكو راح بسرعة يساند فيجيتا، وكل ما كانوا بيقضوا على نسخة كانت بتتكون تاني وقعدوا كتير محاصرين. وبلاك قال لهم زاماس في طريقه دلوقتي عشان يقتل ترانكس واللي معاه وانتوا مش هتقدروا تلحقوهم. وفعلا زاماس كان رايح لترانكس، وترانكس لما حس بيه قال لبولما احنا خلاص خلصنا تصليح الجرة، انا هخرج اتصداله. فبولما قالت له لا خليك انت هنا، شوف الفيديو ده بيكولو بينفذ فيه تقنية المفوبة، حاول تتقنها عقبال ما انا اعطل زاماس. وخرجت بولما وقعدت تتكلم مع زاماس وتحاول تعطله، بس زاماس مسكها ورماها، فخرج ترانكس وماي بالجرة. وترانكس غضب وتحول وقال انا هنفذ المفوبة وهنجح. واستخدم ترانكس تقنية المفوبة وبدأ يسحب زاماس وقال له هي دي قوة البشر. وزاماس ما كانش مصدق انه بعد ما اكتسب القوة دي كلها هيخسر، لحد ما ترانكس دخله جوه الجرة ونجح. واحتفل مع بولما وماي بس شوية، وبولما اكتشفت انها نسيت تجيب معاها التميمة اللي بتتمم الخيط، وبسبب ده زاماس قدر يخرج من الجرة تاني. وبلاك لما حس بالكي بتاعه راح له، وجه وراه جوكو وفيجيتا. فزاماس قال لبلاك احنا شكلنا استهونا بيهم، لازم نوريهم قوتنا الحقيقية. واندمج زاماس وبلاك في جسد واحد بحلق البوترة، وظهر زاماس بعدها بقوة مهولة. وجوكو وفيجيتا ما كانوش عارفين هيواجهوه ازاي، ولما هجم صدوا هجومه. وفيجيتا قال لترانكس خد بولما وماي وابعد من هنا بسرعة. فبولما حولت الورشة لكبسولة وهربوا بعيد، وهناك بولما رجعت الورشة. وترانكس لما اطمن عليها هي وماي قرر يرجع للقتال، فماي اديته الباقي من بذور الناسك. وهجم زاماس في الوقت ده على جوكو وفيجيتا بتقنية اسمها شفرات العدالة، وكل الأماكن بدأت تتدمر، فالناس اللي كانوا في المخبأ خرجوا منه وهربوا هم كمان. وقابلوا بالصدفة ترانكس في طريقهم، وترانكس أنقذ طفلة منهم وساعدهم ووداهم عند بولما. وبعد كده اتجه لجوكو وفيجيتا اللي كانوا لسه ما استسلموش وهجموا مع بعض، بس هجومهم ما أثرش وزاماس أصابهم بتقنية اسمها برق الغفران. وبدأ بعدها يكسر في الأرض بالتقنية دي وانتشرت نيران في كل مكان. فجوكو وفيجيتا هجموا تاني وقدروا يوقفوا التقنية، لكن زاماس مسكهم وأصاب ايديهم ووقعهم وهجم عليهم بشفرات العدالة تاني. ووصل ترانكس عندهم وراح هجم بسيفه، فزاماس وقفوا بعده بهجمة طاقة، وعشان يقضي عليهم استخدم تقنية اسمها الغضب المقدس، بس ترانكس قام وصدها بتقنية اسمها مسدس جالك وفضل صامت لحد ما فيجيتا قام ساعده، وقدروا هما الاتنين يرجعوا التقنية على زاماس. وزاماس ساعتها اتخض وقرر انه يقتل ترانكس وهجم عليه، لكن فيجيتا حماه وتلقى الضربة مكانه. فزاماس استخدم تقنية الغضب المقدس تاني، وترانكس ما كانش عارف يعمل ايه لحد ما جوكو قام واطلق كاميهاميها، وقعد كتير يحاول يخترق تقنية زاماس، وبالفعل اخترقها وقدر يصيب جسده وراح ضربه. ولما زاماس مسكه جوكو استخدم تقنية كايوكان عشان يقوي نفسه، وقدر يوقع زاماس بس وقع هو كمان من التعب. فقام زاماس وضخم دراعه من غير ما يجدده، وجوكو راح وقف جنب باقي اصحابه وسأله هو ليه ما جددش جسده مع انه خالد. فجوه سأل له لان زاماس اندمج مع بلاك وبلاك مش خالد، فده اثر على جسد زاماس. فجوكو قال لفيجيتا احنا عشان نقضي عليه لازم نندمج، ومع ان فيجيتا كان رافض الفكرة بس وافق في الاخر. وترانكس اداهم هما الاتنين بذور الناسك واداهم حلق من كايوشين يندمجوا بيه. وجواس قال لهم خلوا بالكم الحلق ده هيخليكوا تندمجوا لمدة ساعة واحدة بس. فلبسوا الحلق واندمجوا، وظهر فيجيتو ودخل في نمط الحاكم. ولما زاماس هجم عليه صد هجومه بسهولة وراح ضربه ودخل معاه في قتال سريع جدا. قعدوا فيه هما الاتنين يتبادلوا الضربات كتير، وفيجيتو وقع زاماس، لكن زاماس خرج أشعة من عينه ورجع تاني للقتال وقدر يضرب فيجيتو ويوقعه، وكان هيقتله بس فيجيتو في لحظة قام وأصابه بشعاع في صدره. هو واقف زاماس مصدوم وقال له أنا مش هخسر من بشري زيك. هو طلع زاماس ضخم نفسه أكتر وكمل قتاله ضد فيجيتو. ولما كان ده بيحصل بولما كانت خلصت تصليح الآلة، وماي راحت لترانكس وادته سيفه، وترانكس ساعتها قرر إنه يروح يساعد فيجيتو. هو كان لسه فيجيتو بيقاتل وأطلق كاميهاميها قوية جدا وكان مسيطر على القتال، لحد ما فجأة اندماج جوكو وفيجيتا اتفك لأنهم استخدموا طاقة كبيرة، وزاماس ضربهم وكان هيقتلهم بس ترانكس وصل في الوقت ده ووقف قصاده وبدأ قتال معاه. وترانكس
ترانكس ما كانش قادر يتصدى له. هو بالرغم من ده فضل صامد، وكل الكائنات اللي في الارض ادت لترانكس طاقتها، وبعدها قوته زادت جدا وراح ضرب زماس وقسمه النصين بسيفه، وتلاشى زماس وانتصر ترانكس وجت ماي تحتفل معاه. بس فجأة زماس رجع بالباقي من طاقته وحوط الكوكب كله. ولما جوكو وفيجيتا وترانكس هجموا عليه بتقنياتهم ما اثرتش فيه، ودمر زماس كل حاجة في الكوكب. وبعد الدمار قام جوكو واصحابه لقوا كل الناس ماتت، وقعدت ماي تعيط. فجوكو قال احنا معناش بذور ناسك تاني، يا ريت كان معانا عشان نقدر نقاتله. انا هدور في جيبي. ودور جوكو وملقاش، لكن لقى الزر اللي زينو اداهوله وبيستدعيه. هو داس على الزر واستدعى زينو المستقبلي، وبالرغم من ان زينو المستقبلي ما كانش يعرف جوكو بس ساعده. هو بدأ يدمر الكوكب كله بزماس. فجوكو خد صحابه كلهم وركبوا الآلة ورجعوا بسرعة للحاضر. هو خلصوا من زماس، لكن جوكو ما اكتفاش بده ورجع تاني للمستقبل. جاب زينو المستقبلي من الفضاء ورجعه معاه للحاضر، وودع عند زينو بتاع الحاضر وقال له هو ده صاحبي اللي قلت لك عليه اني هجيبهولك. فزينو بتاع الحاضر فرح وقعد مع زينو المستقبلي، وانتهى كل شيء يخص زماس. هو كان فاضل بس ان ترانكس وماي يرجعوا لزمانهم. فبالليل واسأل لهم انتوا هترجعوا للمستقبل في زمن قبل زمانكم بشوية، يعني قبل السيد زينو ما يدمر الكوكب ويقتل زماس، وقبل كمان ظهور بلاك. انا هسبقكم وهروح للمستقبل ده بخاتم الزمن، وهخلي السيد بيروس اللي هناك يقتل زماس المستقبلي قبل بلاك ما يجيله. وحتى لما بلاك يجي السيد بيروس هيقتله، وده قبل ما بلاك يقتل اي كايوشين والسيد بيروس يموت، لان السيد بيروس بيموت بموت الكايوشين بتاع كونو. هو بالخطة دي هنخلص من بلاك وزماس، بس خلوا بالكوا المستقبل ده هيبقى فيه ترانكس وماي زيكم. فترانكس وماي وافقوا على الخطة دي وويس نفذها. هو بعد كام يوم ترانكس وماي ودعوا الكل ومشيوا بآلة الزمن. هو رجعت فترة السلام تاني، وجوكو واصحابه مارسوا حياتهم بشكل طبيعي. في يوم راحوا حفلة لتكريم المخترعين مع بولما. هو في يوم تاني بيروس وشامبا نظموا مباراة في البيسبول ما بينهم. هو جوكو واصحابه لعبوا معاهم، وانتهت المباراة بفوز بيروس بعد ما اتخانق هو وشامبا. هو بعد كام يوم فيجيتا راح يتدرب مع ويس، بس جوكو في الوقت ده تصرفاته كانت متغيرة. هو جوهان وجوتن لاحظوا ده وسألوه، فقال لهم انه متغير الفترة دي لان هيتو مقاتل الكون السادس عايز يقتله. وفعلا هيتو جه للكون السابع، وجوكو راح عنده وهيتو قال له في حد بعتني عشان اقتلك. فجوكو هجم عليه، بس هيتو ما كانش بيستخدم تقنية توقيف الزمن. هو ما تأثرش بضربات جوكو، وجوكو بعدها جهز هجمة طاقة. فهيتو استخدم تقنية بتخليه يقدر يصيب خصمه بضربة من مدى بعيد. هو أصاب جوكو في قلبه ووقعه، وهجمة الطاقة طلعت لفوق. هو شوية وجه جوهان وجوتن وبيكولو ولقوا جوكو قلبه متوقف، لكن فجأة نزلت هجمة الطاقة بتاعت جوكو، والهجمة دي انعشت قلب جوكو تاني وقام. هو دور على هيتو في كل مكان لحد ما لقاه بين أشجار. هو هيتو هجم نفس هجومه، والمرة دي جوكو قدر يتفاداه، وخرجوا بعد كده المكان مفتوح. وهناك هيتو هجم وبرضه جوكو قدر يتفادى، وهجوم هيتو كان بيكسر كل الصخور. ولما حاول جوكو يهجم عليه ما قدرش يضربه بسبب سرعة هيتو الكبيرة. هو ده لأنه كان بيقدر بسرعته يتخطى الوقت وينقل جسده لبعد تاني ويضرب جوكو. هو فضل يعمل كده كتير لحد ما وهم بيتقاتلوا وصل عندهم ويس وبيروس وفيجيتا وفادوس وشامبا. هو قالوا لهم يوقفوا قتال، بس جوكو ما وقفش واستجمع قواه، وظهرت هالة مهولة اخترقت دفاع هيتو، وقدر جوكو يصيبه بكاميهاميها. هو وقعوا هما الاتنين من التعب بعد ما استمتعوا بالقتال. والصبح طلع وفيجيتا نزل سأل هيتو وقال له هو مين اللي أجرك عشان تقتل جوكو؟ فويس رد على فيجيتا وقال له جوكو ذات نفسه هو اللي أجره، تواصل معايا أنا وفادوس وخلانا نطلب من هيتو إنه يقتله، وده لأن جوكو كان عايز يقاتل هيتو. وبعد ويس ما شرح جوكو ودع هيتو وكلهم مشيوا. هو عدى كام يوم وجوكو كان عايز يتدرب وملقاش غير كوريرين يتدرب معاه، فراحوا هما الاتنين عند روشي عشان يدربهم زي زمان. هو فعلا روشي دربهم وخلاهم يروحوا يجيبوا نبتة من غابة اسمها غابة الرعب، ونجحوا في التدريب ده. وبكده يبقى خلص ارك ترانكس المستقبلي من انمي دراجون بول سوبر. ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيدج جديدة على الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو، اعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة. في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة.